سجن والدها 10 أعوام بسبب المخدرات، وتصفها عائلتها بأنها أكثر النساء شراً. من هي جورجينا رودريغيز، وما الذي نعرفه عن ماضيها المثير؟ في ظروف معيشية صعبة ولدت جورجينا رودريغيز في 27 من يناير عام 1994 بمدينة خاكا الإسبانية. وقبل أن تتم جورجينا عامها الخامس، قبض على والدها خورخي رودريغيز بتهمة تهريب الكوكايين من إسبانيا ليقضي في السجن 10 أعوام كعقوبة لهذه الفعلة، بحسب ما نشرته صحيفة بيرسون البريطانية. في السنوات التي تلت سجن الأب، وبعد أن كبرت جورجينا، وجدت أنها بحاجة لترتيب حياتها بمخفتها، فمن نافلة بأحد المطاعم إلى جليسة أطفال لإحدى العائلات بريستول جنوبي غرب إنجلترا، وحتى وصولها إلى مساعدة مبيعات بمحل لعلامة غوتشي، وهي الخطوة التي غيرت حياتها كلياً. ففي عام 2016، وبعد ما بدأت بهذه المهنة، قابلت جورجينا كريستيانو رونالدو بمكان عملها، وكقصص الخيال والأفلام الرومانسية وقع الحب بينهما من النظرة الأولى. ومنذ ذلك الحين تغيرت حياة جورجينا لتتحول من فتاة مغمورة لواحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم كله، إذ تجاوز عدد متابعيها على منصة إنستغرام 59 مليون متابع. وفي نوفمبر عام 2017 أنجبت جورجينا من رونالدو طفلتها الأولى ألانا مارتينا، وبعد 4 أعوام أعلن رونالدو أنهما ينتظران قدوم توأم، ولكنها قصة انتهت بشكل مأساوي، إذ توفي أحد الطفلين وظل الآخر على قيد الحياة. وعلى الرغم من الحب التي تحاط به جورجينا من الجميع أينما حلت، إلا أن عائلتها تصفها بأنها أكثر النساء شراً. فيقول خالها خيسوس هرنانديز إنه بالرغم من إعالتها لها بشكل كامل عقب حبس والدها، فإنها أدارت لهم ظهرها ولم تخبرهم حتى بوفاة والدها. أما أختها ريرو الشقيقة باتريشيا رودريغيز فتقول إنها طلبت منها قميصا ممضيا من رونالدو لعيد ميلاد ابنها، ولكن جورجينا رفضت وقالت إنها لن تزعج رونالدو بهذا الطلب. فهل تبالغ عائلتها في مهاجمتها، أم أنهم محقون في نقصهم لها؟